يا مفيد. مين مفيد ده؟ لا ده مفيد، ده حوار كبير. كل شتاء ما اقدرش استغنى عنه. مع بداية كل شتاء بقى عارفين ان في نزلات برد ومناعة طبعا زي الزفت وكل حاجة. عايزين صحة غير الصحة. تعالوا بقى نشوف الباكج النهاردة، بحيث عندك اطفال، انت زوجك اي حد في البيت، لازم الباكج ده كل شتاء اجيبه من مفيد هاني. تعال نعرف ايه هو مفيد هاني. زي ما انتم شايفين كده بيبقوا حاطين الباركود بتاعهم كل حاجة. نفتح ونشوف الباكج، وعندهم توصيل لأي مكان. التغليف والشغل عالمي. واو. ده كده روجيت بتتكلم فيها عن أنواع العسل اللي موجودة في المجموعة. موجود فيها 4 أنواع من العسل زي ما انتم شايفين كده. هنفتح مع بعض. بصراحة يا جماعة عن تجربة وعن ثقة مفيش غنى عني. شايفين التغليف عامل ازاي؟ غير كده ان البرطمانات بتبقى بلاستيك عشان خاطر برضو ما تتكسرش في الشحن. اول نوع عسل معانا وهو عسل بروتكشن بلس. زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه، هو لونه بيبقى غامق، وطبعا بيبقى معاك الورقة موجود فيها كل المواصفات وكل الفوائد الصحية اللي موجودة في العسل ده، زي حماية الأعصاب والوقاية من الزهايمر، الشفاء من بعض أنواع السرطان، اضطراب الجهاز الهضمي، وآمن جدا لمرضى السكر. تاني نوع معانا وهو زهور الأعشاب البرية، بيساعد على نمو الأسنان ويحافظ على صحة اللثة طبعا عشان خاطر الأطفال. طبعا في حاجات تانية كتير بس ده كده أهم حاجة. نيجي بقى لتالت نوع. أول ما بتبص له بس كده بتحس ببهجة على طول من غير حتى ما تدوق. ده طبعا بقى عسل النحل الطبيعي خالص، ده زهرة الموالح. لو جينا برضو شفنا الروشتة هنا هنلاقي برضو عسل نحل زهور الموالح زي ما انتم شايفين كده. يحسن من أداء الجهاز الهضمي، يطهر الفم من البكتيريا، يساعد على خفض الدم المرتفع، مضاد للقلق، له فعالية في تهدئة الأعصاب. حاجات كتير تقدروا تشوفوها هنا. ده كده آخر نوع معانا وهو عسل نحل بخلاصة الزنجبيل. يعمل على إمداد الجسم بمضادات الأكسدة الطبيعية، يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي، ويحصن الجسم من الأمراض المتنقلة عشان البرد. بالمناسبة أوزان المجموعة ديت 400 جرام، كل برطمان من دول 400 جرام. تعالوا بقى نفتح ونشوف ايه ده في مفاجأة كمان هنا هيت. حط لنا معلقة من ديت ومعلقة خشب من دي. نبدأ طبعا بالعسل النحل الطبيعي بتاعنا. ده في غطا كمان اهوت. ده شغل عالي عالي عالي. ده غطا كمان عشان يمنع ان العسل يحصل له اي حاجة في الشحن. ونبدأ ندوق. شايفين؟ ولا بيقطع ولا اي حاجة. عسل نحل طبيعي 100%. عارفين بقى مهما جربتوا انواع عسل، اول ما هتدوقوا العسل ده هتحسوا فيه بطعم مختلف تماما تماما. انا اتبسطت اول ما دقته بصراحه. نخش على اللي بعده. نكمل بقى في مجموعه مفيد منتجات اورجانيك بخلاصه الزنجبيل. طبعا ده للناس اللي عندهم برد. بص اصلا بيبقى عامل ازاي. ده يعني ما بيتحركش، بس بيستخدم ازاي عليا انا اوريك. اول حاجه هنجيب الكوبايه بتاعتنا، كوبايه ميه دافيه. هنقلبه بقى كده اهو. لازم تقلبوه الاول. لازم برضو بديكوا الخبره عشان تيجوا تعملوا الحاجه تعملوها صح. ما بيقطعش برضو ولا اي حاجه، معمول من عسل اورجانيك. هناخدها هنقلبها كده في الميه الدافيه، وبقى معانا بالشكل ده كده عسل بالزنجبيل لمرضى البرد. ده المشروب الوحيد اللي هيضيع لك البرد في ثواني وانسى ان يجيلك برد تاني. ندوق. جنزبيل فعلا جامد، بس العسل بيديله برضه ايه هدوء شويه. فاللي عنده برد كوبايه من ديت في اليوم خلاص انسى البرد خالص. تعالوا بقى نخش على النوع اللي بعد كده اللي هو العسل النحل البروتكشن بلس. زي ما انتم شايفين برضه بيحتاج يتقلب وريحته قوية جدا. اوريكم بس القوام بتاعه عامل ازاي اهو. شايفين؟ ده ما شاء الله لعلاج الامراض المناعيه كلها. بيبقى ليها اعشاب زي ما انتم شايفينها كده، فبالتالي لازم لما تيجي تعملوه لازم تدوبوه بالميه وبعدين تصفوه بمصفى وبعدين تشربوه. رابع نوع معانا هو عسل نحل زهرة الأعشاب البرية. بحب أفكركم أسيب لكم اللينك الموقع اللي انت تطلبوا منه المجموعة ديت وأي أنواع عسل تاني زي عايزينها، عسل ملكات، عايزين عسل سدر، عايزين كل الحاجات ديت موجودة على الموقع بتاعهم. لو انت بتتابعنا على التيك توك هتلاقي اللينك في البايو، على اليوتيوب هتلاقي برضو اللينك في الديسكريبشن في الوصف، ولو على الفيسبوك هتلاقوا برضو اللينك في الوصف بتاع الفيديو. العسل اهوت شايفين عامل ازاي. ده بقى حلويات. ندوق. الله. دي بقى من اميز الانواع اللي موجوده في المجموعه كلها. ليه بقى؟ لان دوت مفيد جدا اكتر للاطفال.
طعمه جميل جدا جدا جدا، طعمه اخف من ده شويه بحيث ان الطفل ما يحرقوش في زوره او يحس ان هو مش حابه او كده، وفي نفس الوقت سكره بيبقى خفيف مش تقيل قوي زي ده. لذلك لو حابب تدي منه لطفلك تديله عسل النحل اللي بزهره الموالح، لما تديله بذور الاعشاب البريه، دول اخف اتنين. تدوم منهم معلقه كل يوم على الصبح كده، جميله جدا، هيقوي المناعه بتاعتهم بشكل هيبقى ملحوظ قدامكم جدا. انتوا لو بتفكروا ان انتوا تجيبوا حاجه ليكم لاولادكم، هو مجموعه مفيد هاني ده كده تجربتي حبيت اشاركها معاكم، بحيث لو حد بيشتكي من امراض مناعيه او الكلام ده كله، اطفال عنده بتعيا بشكل كبير، او هو ذات نفسه بيجيله حالات برد وانفلونزا كتير، المجموعه ديت هتقضي لك على الكلام ده كله، وفي نفس الوقت بحاجات طبيعيه مش براشيم ولا حاجات كيماويه ولا الكلام ده كله، حاجات طبيعيه هيبقى فيها فايده ليك وليا. اللي حابب يطلب المجموعه زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك في البايو على التيك توك، يا اما على اليوتيوب او الفيسبوك او اي سوشيال ميديا تانية، هسيبها لكم في الوصف بتاع الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم، اخوكم اسامه بانس، سلام.